طول ما انا هنا وفي الاجواء دي وفي الناس الحلوه دي انا مودي حلو قوي. ما اظنش ان في سؤال بخاف منه، لا مش جراءه. اصل في الاخر يعني لو سالتيني سؤال ما عجبنيش هقول لك مش هرد. ما بركزش انا في الحاجات دي والله. انا انسانه اتفه مما ابدو يعني. هم 3 4 مسرحيات لو يتعادوا 20 مره في اليوم انا تمام. متزوجون، رايه وسكينه، العيال كبرت، مدرسه مشاغبين. اكتر حاجه بتوترك على الريد كاربت ايه؟ لما ببقى مش مرتاحه في الفستان. احيانا sometimes الفستان يبقى يا اما تقيل يا اما مش مريح يا اما ضيق، يبقى في حاجه مضايقاكي. دي اسوأ حاجه وانتي واقفه قدام الكاميرات، انك ما تبقيش مرتاحه. احيانا يبان. لو توصفي مودك النهارده باغنيه هتقولي عنها؟ مودي، لا طول ما انا هنا في الاجواء دي وفي الناس الحلوه دي انا مودي حلو قوي. اكتر سؤال بتخافي منه وانت بتعملي الانترفيو؟ ما اظنش ان في سؤال بخاف منه، يعني اي ثينك، لا مش جراءه. اصل في الاخر يعني لو سالتيني سؤال ما عجبنيش هقول لك مش هرد. يعني ايوه يعني ما ايه اللي يجبرني؟ ما فيش حاجه تجبرني. غيرتي كام فستان قبل الفستان ده؟ لا هو ده الفستان. يعني خلاص هو في فساتين رايحه في الحته الفلانيه وخلاص. اخر اغنيه كنت بتسمعيها النهارده وانت بتجهزي؟ لا انا ما بسمعش اغاني وانا بكس. اغاني نادرا لما اشغل اغاني واقعد اسمعها، بيبقى في مود معين، بس دي مش انا مش هذا الشخص. انا ممكن اشغل في برامج معينه على اليوتيوب بيتكلموا في مواضيع معينه، ممكن اشغلهم في الخلفيه واقعد اسمعهم. مين اول حد بتبعتي له صورتك بعد ما بتجهزي؟ ولا حد، حتى المصمم الازياء كان المفروض ابعت له صوره، نسيت. لا ابعت صورتي لمين؟ ان شاء الله لما تبقى تطلع صور الناس كلها تشوفها. يعني اكتر فيلم بتحبي تتفرجي عليه يا سامي؟ اكتر فيلم بحب اتفرج عليه عربي، يعني غالبا هيبقى فيلم كوميدي، يعني ما فيش فيلم بعينه. بس انا مثلا مسرحيات. مسرحي، لا يا حبيبتي المسرحيات هم 3 4 مسرحيات لو يتعادوا 20 مره في اليوم انا تمام. متزوجون، رايه وسكينه، العيال كبرت، مدرسه مشاغبين. دول الاربعه انا عندي استعداد انهم يفضلوا في الخلفيه 24 ساعه. طيب لو حياتك رياليتي شو هتسميها ايه؟ سميها كتاب حياتي يا عين. حزينه قوي يا سامي. والله لا بس اكيد يعني مفيش انسان مبسوط طول الوقت، مفيش انسان حزين طول الوقت. في ابس اند داونز وفي مشاكل وفي حاجات وفي صدمات وفي قشطه. مش عارفه اسمي حياتي ايه. بصي انا لا ما بركزش انا في الحاجات دي والله. انا انسانه يعني اتفه مما ابدو يعني. لا يعني شويه انا بحاول ان انا ابقى في حياتي سطحيه، لان لو تعمقتي في كل حاجه وتعمقتي في المشاكل وتعمقتي في الحاجات السلبيه اللي في حياتك هتدخلي في داون وفي اكتئاب او في حاجات احنا مش قدها. كلامك اتقرصتي ده اللي وصلك لكده؟ لا انا دماغي شغاله كده من زمان. لا والله ما سيبك من الهزار. ما بحبش اتعمق قوي في الحاجات السلبيه، لانك اصلا بصي اي مصيبه في الدنيا او تحصل لك لا سمح الله ولا مشكله مصيرها تخلص او مصيرها تبرد او مصيرها تنتهي بشكل من الاشكال. فليه ازعل؟ ليه اعيط؟ ليه؟ ده مش معناه ان انا ما عنديش مشاعر، عندي مشاعر في لحظتها، بس ما اديش الموضوع اكبر من حجمه ويلا اللي بعده خلاص. مسلسل النص انت كنت فيه والمسلسل حقق نجاح حلو، هل هشوفك في الجزء الثاني ولا لا؟ يعني اتمنى، بس انا ما عنديش اي فكره صراحه. هم لسه بيكتبوا المسلسل فانا مش عارفه الدور راح فين، هل هو موجود هل هو مش موجود، ما عنديش فكره. في الحالتين انا تشرفت بالجزء الاول، ولو موجوده في الجزء الثاني ده شرف كبير ليا.